كالعاده الكابتن رضا عبد العال بعد كل ماتش للنادي الاهلي يطلع يشكك في الفوز بتاع النادي الاهلي، يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم والحكام بتجامل الاهلي والمنظومه والكلام ده كله. لدرجه اللي هو بيقول على الهدف بتاع ياسر ابراهيم الهدف الثالث هدف الفوز، بيقول لك الهدف ده تسلل. طب تعال نراجع الهدف كده مع بعض عشان ايه نبين للكابتن رضا عبد العال ان الهدف ده صحيح وهو واخد اللقب اللي بيقولوا عليه دوت مش من فراغ. تعال نراجع اللعبه مع بعض. بص كده من بدايه اللعبه، الكره جايه من بن شرقي لمين؟ لتريزيجيه. طيب تريزيجيه هنا في موقف تسلل، بص مش في موقف تسلل، مشي الكره. ياسر ابراهيم بقى خارج اللعبه خالص وهو قبل الكوره مش مسابقها، خارج اللعبه نهائي. تمام؟ الكوره هتتلعب من مين؟ من تريزيجيه. هيشوطها هتيجي في القائم، بعد ما تيجي في القائم هتيجي في صدر ياسر ابراهيم وتخش المرمى. طيب حتى لعيبه الحرس وقفت كلها بتعترض على حاجه، بتقول له ده جاي في ايديه. الفار لما راجع بيراجع يا جايه في ايديه ولا جايه في صدره، ما بيراجعش اللي هي اوف سايد. طب ليه هي مش اوف سايد؟ افهمك يا كابتن واكسب فيك صواب. الكره طالما اتردت من القائم في صدر المهاجم ودخلت المرمى بتتحسب هدف. مش مشكلتي بقى اللي انت ما بتفهمش الكوره، انت او اي زملكاوي تاني يحسبها تسلل. ابعتها له عشان معموله له. سلام.